سمعت عن قصة أبو بكر المسكي؟ لو ما سمعتش تعالى. أبو بكر المسكي كان شاب وسيم جدا وحسن الأخلاق، بيحكي إن هو من سنين طويلة ما لمسش المسك، والسبب في كده إن واحدة ست عملت عليه لعبة علشان تدخله بيتها، وبعد ما دخل هددته إما إن هو يفعل معاها السيكي ميكي أو إن هي تتهمه بالسرقة ومحاولة السيكي ميكي برضه. المهم الشاب يفكر وتجيله فكرة، فقال لها ممكن ادخل اغتسل الاول. فوافقت الست وفعلا دخل الحمام عشان يحط العذرة او الغائط على كامل جسمه. فلما الست شافته وقتها قرفت منه وطردته، فرجع بيته واغتسل ونام. فجاله في المنام هاتف قال له اللي انت عملته محدش عمله غيرك، وجزاءك انك انت ريحتك هتبقى طيبة في الدنيا والآخرة. بيقول ابو بكر المسكي فلما صحيت الصبح لقيت المسك بيفوح من كل جسمي، واستمرت الريحة ما انقطعتش من ساعتها. وده يا جماعة يعلمنا ان فعلا ليس هناك جزاء للإحسان إلا الإحسان. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والكومنت. سلام.